من على أنقاض بيوت غزة التي دمرها الاحتلال، ومن بين دماء نزفت وكرامة لا زالت صامدة من هنا من غزة، أخاطبكم أنتم أيها الشعب الذي لم يترك فلسطين وحدها يوما، الشعب الذي قبل بالحصار وبالظلم وبالضيق المادي فقط لأنه أراد أن يدافع عن المسجد الأقصى وأن يدعم شعبا تخلى عنه الجميع. استمروا بدعمكم للشعب الفلسطيني، لا تتركوه، فوالله لو كان هناك موقف كالموقف الإيراني تجاه المقاومة طوال السنوات الماضية لحررنا منذ زمن. أحييكم وأحيي القائد العام السيد آية الله خامنئي، وأشد على أياديكم وأرجو أن تظلوا على موقفكم دائما، فغزة وفلسطين بحاجة لكل وفي لقضيته وللمسجد الأقصى. از اون خانم فلسطینی که اینجا ویدئوشون رو مشاهده کردیم تشکر میکنم. از کسانی که دست‌اندر کارن میخوام که از ایشون تشکر ما رو برسونن و خدا قوت بگن و بگن من همیشه هر شب مرتباً به اونها دعا میکنم.